اهلا بحضراتكم وتحيا مصر. الحقيقه انا النهارده يمكن في هذه الحلقه تحديدا انا ببقى فخور جدا، او انا حاسس بالفخر الشديد، لان اللي هتكلم عنه النهارده هي منظومه النقل بوجه عام. منظومه النقل الحقيقه اللي ان العالم كله اشاد باللي حصل فيها في الفتره اللي فاتت من 2014 ل 2024. ايه اللي حصل فيها وايه تفاصيلها؟ ايه هي منظومه النقل؟ هل هي الطرق ولا الكباري ولا المواني البحريه ولا المواني النهريه ولا مترو الانفاق ولا السكك الحديديه ولا ايه بالظبط؟ ايه هي منظومه النقل بوجه عام؟ الحقيقه يمكن السيد الرئيس كان حريص على ده، لان بيبقى عندنا حاجه اسمها زي الفتح الاستراتيجي مثلا. دي حاجه في منتهى الاهميه في نقل وتحريك سواء كان الشعب او القوات من والى النيل. مثلا لما بنتكلم على النيل، احنا كان عندنا كباري ايه اللي ممكن تعدي النيل؟ انهي كباري عندنا اللي كانت ممكن تستحمل تحميل لدبابات ومدرعات مثلا وننقلها من شرق النيل لغرب النيل او من غرب النيل لشرق النيل؟ احنا ما كانش عندنا ده على فكره. كوبري اكتوبر، كوبري عباس، كوبري الملك الصالح، ما افتكرش انه عنده القدره على انهم يكونوا بالقوه دي. لكن مصر في الفتره الاخيره قدرت تعمل ده، وقدرت انها توصل او توصل جميع قطع اراضيها اللي موجوده بطرق وانفاق وغيرها. الحقيقه يمكن اقربها على الاطلاق موضوع سينا مثلا. كم نفق ما بين رايح جاي؟ كان زمان ما كانش غير هو نفق واحد، وكان نقعد بالساعات علشان نعرف نعدي، علشان خاطر طبعا هي منطقه في منتهى الخطوره ومنطقه مهمه جدا، فكان لازم يحصل نوع من التفتيش. دلوقتي بيتم التفتيش او الرقابه على العابرين في هذه المنطقه الحيويه عن طريق الاكس راي او اجهزه الاشعه بصوره سريعه جدا بدون اي نوع من التعطيل للمريدين هذه المنطقه. منظومه النقل هو موضوع حلقتنا النهارده. اسمحوا لي ارحب بضيفي الكريم دكتور محمد امين، خبير النقل والطرق. اهلا بيك معانا. اهلا وسهلا بحضراتكم والساده المشاهدين. احنا النهارده هنتكلم عن اهم ملف يخص التنميه والاستثمار في مصر، الا وهو ملف النقل. في حد يقول لي مثلا هل النقل والتنميه لهم علاقه ببعض؟ ايوه، هم وجهين لعمله واحده. التنميه بتدعم الاستثمار في مصر عن طريق البنيه التحتيه بتاعتنا وعن طريق تقديم خدمات لوجستيه، ده بيجذب الاستثمار، والاستثمار عمليه مكمله للتنميه. الاستثمار بيديني رؤوس اموال اقدر امول بها المشروعات بتاعتي. ومن اهم المشاريع التنمويه في مصر اللي حصلت عندنا في الفتره الاخيره هو كان مشروع قومي للطرق. المشروع القومي للطرق تم بناء على رؤيه مصر 2030، ودي الرؤيه اللي يعني ارسى قواعدها فخامه الرئيس ببناء الجمهوريه الجديده. عندنا عشان نتكلم بطريقه اسهل توصل للمواطن، هنتكلم بلغه الارقام اللي هي اللغه السهله اللي اي حد يعرفها. احنا كنا فين ووصلنا لفين؟ احنا كنا في 2014، من اول 2014 لغايه 200 سنه ورا، من اول عصر النهضه في مصر، كان عندنا تقريبا 23500 كيلو متر طرق رئيسيه في مصر. الطرق دي تقريبا 75% منها كان متهالك، كان لا يصلح لعمليات صناعيه او تجاريه جديده ان هي تخش، او تنمويه او مجتمعات عمرانيه، فكان لازم نشتغل على الطرق دي. مصر في ال10 سنين الاخيره قدرت توصل ان هي انتهت من انشاء 7000 كيلو طرق جديده، وده يمثل تقريبا 30% من حجم الطرق اللي موجوده عندنا في مصر. امثله الطرق الجديده اللي احنا عملناها: عملنا طريق الجلاله، عملنا طريق شبرا بنها الحر، عملنا كذا طريق، عملنا الدائري الاقليمي، عملنا الدائري الاوسطي، عملنا تطوير لل 23500 كيلو متر اللي كانوا موجودين عندنا، عملنا لهم تطوير، ما سيبناهمش كده لان هم كانوا متهالكين. فكنا بنشتغل بالتوازي مع طرق جديده وطرق موجوده بالفعل بس متهالكه او شبه ما تصلحش. فاكر طريق السويس كان شكله ايه؟ بالظبط. فاكر طريق اسماعيليه كان شكله ايه؟ اقول لحضرتك على حاجه، انت عارف طريق السويس ده وطريق الاسماعيليه وطريق اسكندريه من ضمن الطرق اللي احنا قلنا ان هي تم تطويرها، مع ان في الحقيقه ده تم انشاء طرق جديده. الطرق دي ما كانتش اصلا تصلح فعلا. احنا شلناها خالص وجبنا طرق من اول وجديد بمنظومه جديده، بمنظومه الكترونيه الاي تي اس، فحاجه طرق مراقبه على اعلى مستوى. وده دخلناه في ضمن التطوير مش ضمن الانشاء، يعني مصر ما حسبتهاش من ضمن الطرق اللي تم انشائها. فدي حاجه تحسب للقياده السياسيه وتحسب للدوله المصريه ان احنا رحنا في نقله ثانيه خالص في مجال الطرق. طب المستهدف ايه في المستقبل؟ لا، مستهدفين لغايه 2030 3000 متر، كمان 3000 كيلو متر طرق جديده زي بقى شرق العينات، عشان نقدر نخش على الحته بقى اللي احنا الاستثمار الزراعي بتاعنا والاستثمار الصناعي، ونقدر نخش على الحته الامتداد الغربي بتاعنا.
تمام. والطرق القديمه برضو مش هنسيبها. الدوله حاطه لها رؤيه ان هي تعمل فيها رفع كفاءه وتطوير ل 4000 كيلو، ليصبح الاجمالي 14000 كيلو تم تطويرهم من 23000. يعني تقريبا خلصنا 60% من الطرق الرئيسيه اللي كانت موجوده عندنا. نخش في البند الثاني، مجال الكباري النيليه. احنا كان عندنا محاور بتعدي نهر النيل بتربط شرق النيل بغرب النيل. تمام. المحاور دي كان القياده السياسيه برضو حطت لها ان مسافه بينها ما تزيدش عن 25 كيلو. تمام. علشان ده اقدر اعمل تنميه، اقدر اعمل مناطق صناعيه، يبقى الربط بينها سهل وفي سهوله في الحركه ما بين شرق النيل وغرب النيل. احنا كان عندنا في مصر برضو هنقعد نقول من 2014 لكل العصور اللي قبل كده كان عندنا 38 كوبري على نهر النيل او 38 محور. حطت خطه، الدوله المصريه حطت خطه لانشاء 34 كوبري، تم الانتهاء بالفعل من 13، بدايه من ايه؟ محور حلوان، محور تحيا مصر، محور بنها، محور الخطاطبه. كل المحاور دي 13 محور تم انتهاء منهم تماما، ودلوقتي احنا شغالين في 21 محور ان شاء الله على 2030 يكونوا انتهوا تماما. المحاور دي كانت سبب لربط شرق النيل بغرب النيل، ودي ادت يعني احنا عندنا محور بس تحيا مصر، المحور ده دخل موسوعه جانيس اللي هو رود الفرج. بالظبط بالظبط. المحور ده 67 متر ونص عرض، ودخلنا بيه. احنا مش بنعمل حاجه وخلاص، مش بنعمل حاجه نكتبها، لا ده احنا بنعمل حاجه للتاريخ. مصر فعلا مصممه، معلق بكذا اسلوب حمل. بالظبط، معلق والمحمول العادي. بالظبط. المسافه ما بين الفتحه النيليه 300 متر. فمصر لا بتعمل انجازات بتخاطب العالم. لا احنا عندنا منظومه في الطرق، عندنا طفره في الطرق كبيره جدا. كان عندنا عدد الكباري الداخليه بقى اللي هي على المزلقانات وعلى الانفاق، كان عندنا 1500 كوبري برضو من 2014 لقبل ذلك. تم انشاء في العشر سنين دولت 1000 كوبري. تاريخنا كله فيه 1500 كوبري. في العشر سنين مصر انشأت ما يقرب من 1000 كوبري. كان المزلقانات عندنا كان عشان تعرف تعدي مزلقان كان بيقعد بالساعات، وكان بيحصل حوادث. فمصر حبت ما تعالجش الموضوع علاج ظاهري، لا علاج جذري. احنا نعمل كوبري يعدي المزلقان. تقريبا معظم المزلقانات بقى عليها كباري دلوقتي. بتهدف برضو لغايه 2030 ان شاء الله ننشأ 300 كوبري كمان. هنلاقي الحركه في بقت سهله من شرق وغرب. كل الطرق عندنا بقت فيها ما فيش اليوتيرن بتاع زمان ده، لا بقى كوبري ونرجع يوتيرن تاني. فادى ان يبقى في طرق سريعه عندنا محترمه ما فيش وقوف عليها، وده برضو بيقلل من نسب الحوادث عندنا. كان عندنا الطرق بقى الداخليه ما بين اللي جوه المحافظات والقرى كان عندنا 125000 كيلومتر. 125000 كيلو متر كانوا يعني حالتهم سيئة جدا، أو معظمهم، يعني مش هنقول كلهم، بس 60-70% حالتهم سيئة. مصر والدولة المصرية كانت مهتمة من خلال مشروع حياة كريمة إن هي في المرحلة الأولى في ال10 سنين اللي فاتوا عملوا 41000 كيلو متر رفع كفاءة. طب وعلى 2030 في 34000 كمان كيلو متر، يعني هنوصل تقريبا بمعدل 75000 كيلو متر من 125000. عشان لما بنقول جمهورية جديدة، لا احنا فعلا جمهورية جديدة. ده احنا بنعيد تطوير الطرق في مصر من 200 سنة فاتوا في 10 سنين. فده تطوير مهم جدا. طب ده هل هو عالميا متشاف؟ مصر كانت في 2014 كنا في المركز ال 118 عالميا مؤشر جودة الطرق، كنا ب 2.9 درجة. النهارده في 2024 وصلنا للمركز 18، بقينا من التوب 20. يعني احنا مصر دلوقتي من افضل 20 دوله في العالم في الطرق. اتقدمنا في مؤشر الطرق ل 5.53%. تمام. بقينا يعني مش عاوز اقول لحضرتك ان احنا نبقى يعني احنا قبل امريكا المركز ال20، المانيا، تركيا في المركز 27. هم الدول دول اصلا كان عندهم طرق من زمان، بس احنا بفضل التنميه اللي حصلت في مصر قدرنا نتخطى الدول دي. الطرق لما عملناها بدات تقل نسب الحوادث. نسب الحوادث في مصر برغم زياده العربيات وزياده الكتله السكانيه تقريبا ما يقرب من 25 مليون مواطن، نسبه الحوادث قلت عندنا ل 29%. الله. نسبه المصابين عندنا في مصر قلت ل 18% برغم الزياده السكانيه. ده بفضل جوده الطرق والنظام اللي عملوه في الطرق الجديد اللي هو الITS. ده مراقبه تامه للطرق، بيراقب الطريق، بيراقب حركه بيراقب درجه الحراره، بيراقب المناخ، بيشوف الطريق يسمح بالمرور ولا. لو في حادثه حصلت بيبلغ الاسعاف فورا، والاسعاف بيروح ما بيستناش ان حد يبلغ، لا الطريق كله مراقب باعلى مستوى. ده في مجال الطرق قدرت مصر يبقى في نقله حضاريه. طب اللي احنا صرفناه في الطرق ده
تقريبا ما يقرب من 530 مليار جنيه. انت عارف حضرتك ان في سنه واحده، احنا دي السنوات اللي احنا كنا بنبني فيها مصر، ان التوفير اللي وفره لنا السيوله المروريه وعدم الاختناقات المروريه والتلوث البيئي اللي كان بيعمله العربيات وهي واقفه، ده بيوفر لنا في المحروقات بس 8 مليار دولار سنويا. كل سنه هنوفر 8 مليار دولار نتيجه المحروقات بس اللي كانت العربيات. كنت ببقى رايح مشوار اقعد في 3 ساعات، دلوقتي نص ساعه، والناس كلها لامسه الموضوع ده. والتغيير ما بيتمش في مصر بس، ده بيتم في كل المدن. يعني احنا عندنا في مش مصر القاهره فقط، مش مش القاهره المنطقه المركزيه فقط، بالظبط، احنا عندنا في على كل مستوى المدن، مصر كلها. كل المدن وكل المحافظات هتلاقي فيه تغيير. الطريق الصعيدي الصحراوي الغربي، الطريق ده طريق عملاق، مصر عملت فيه مجهود غير طبيعي. الطريق ده هو بدايه مشروع عظيم لربط التجاره ما بين مصر ودوله افريقيا عن طريق 9 دول. الطريق ده مصر اعادت تطويره، وده مش من الطرق الجديده، ده اللي معاد تطويره 1155 كيلو. تمام. فالطريق ده لا طريق هيبقى يعني بادره لاستثمارات جديده لربط مصر بالدول افريقيا من جديد، تجاره حره ما بين مصر ودول افريقيا. هو غرب مصر، غرب القاهره، غرب طريق غرب طريق الصعيد الغربي. الطريق الصعيدي الغربي هو ده الممتد لتحت بقى. ممتد لغايه كيب تاون، لغايه جنوب افريقيا، لغايه كيب تاون. ما شاء الله. ماشي بمصر وبعد كده السودان وجنوب السودان واثيوبيا، وماشي بتنزانيا وكينيا وزامبيا وزيمبابوي وجنوب افريقيا. ما شاء الله. الطريق ده يعني شبه قرب يخلص، بس بعض المناطق اللي في الطريق اللي فيها شويه نزاعات كده، ولكن الحمد لله الطريق عندنا خلص في مصر، خلص في جنوب افريقيا، خلص في زامبيا وزيمبابوي، خلص في كذا حته. الطريق ده هيبقى موازي لقناه السويس ومساوي لها في المقدار تقريبا يعني. الله الله. اسمح لي يا فندم نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مره ثانيه ان شاء الله. اتفضل. وشفتوا فيها ايه خلاكوا تحبوا مصر. شفنا حقيقي بلدنا بتكبر يوم ورا يوم واحنا بنتغير، حتى حياتنا بقت للأحسن، حلمه بقى قدامنا بيظهر. شفنا حقيقي بلدنا بتكبر يوم ورا يوم واحنا بنتغير، حتى حياتنا بقت للأحسن، حلمه بقى قدامنا بيظهر. احنا جيل جديد طالعين بنحب مصر، احنا جيل جديد بإيدينا نحمي مصر. يعني عرفتوا بعد ما شفتوا، يعني فهمتوا واتعلمتوا، اللي هيبني واللي هيحمي واللي هيخدم ناسه واهله، مين هيكمل امجاد بلده. احنا هنقدر، ايوه هنقدر، كل مجال منا هيتطور زي ما انتم شجعتونا، بكره بلدنا بينا تنور. احنا هنقدر، ايوه هنقدر، كل مجال منا هيتطور زي ما انتم شجعتونا، بكره بلدنا بينا تنور. احنا جيل جديد بايدينا نحمي مصر. يعني عرفتوا بعد ما شفتوا، يعني فهمتوا واتعلمتوا، اللي هيبني واللي هيحمي واللي هيخدم ناسه واهله، مين هيكمل امجاد بلده.
بكرة بلدنا بينا تنور. احنا هنقدر ايوه هنقدر كل مجال منا هيتطور زي ما انتم شجعتونا. بكرة بلدنا بينا تنور. نادي الجديد طالعين بنحب بجدد ترحيبي بالضيف الكريم الدكتور محمد أمين خبير النقل والطرق، وكنا بنتكلم مباشرة عن التطوير اللي حصل في منظومة النقل والطرق بوجه عام في جمهورية مصر العربية، وكنا بنتكلم قبليها برضو عن الطريق الصعيدي الغربي اللي هو اللي عندنا اللي بيمتد من أول مصر لغاية كيب تاون في جنوب أفريقيا ليخدم أن حركة النقل المصرية الأفريقية والعكس طبعا بالتأكيد في حلقة التجارة تحديدا. يمكن دلوقتي عاوز اتكلم معاه في حاجات تانية، عاوز اتكلم معاه على ايه اخبار السكة الحديد، ايه اخبار مترو الانفاق، ايه اخبار باقي الاتجاهات الاخرى للنقل والطرق. بجدد ترحيبي بيك مرة تانية يا دكتور، وكلمني عن السكة الحديد اخبارها ايه؟ احنا طبعا السكة الحديد عندنا كان كل يعلم مدى الحالة اللي وصلت لها، وكان عندنا بصراحة يعني القيادة السياسية كانت حاطة لها رؤية، وبصراحة كان عندنا عدد من الوزراء وعلى رأسهم سيادة الفريق كامل وزير اهتم بالموضوع ده وعمل خطة شاملة لتطوير السكة الحديد كلها. أول حاجة اهتم بالوحدات المتحركة الجرارات، تمام، اهتم بالورش، اهتم عندنا بالبنية التحتية، تمام، والبنية الأساسية بتاعت السكة الحديد، اهتم بتطوير منظومة الإشارات عندي، اهتم بالعنصر البشري، درب العنصر البشري. طب احنا السكه الحديد عندنا كانت فين وبقت فين؟ برضو عشان لغه الارقام سهله الناس نقدر نوصل لها بلغه الارقام. احنا في 2014 كان عدد الركاب اليومي كان تقريبا 1,200,000 بيركبوا السكه الحديد في اليوم. في 2024 وصلنا ل1,500,000 ومستهدف في 2030 ان احنا نوصل ل 2 مليون راكب يوميا. طب البضاعه اللي كانت بتتنقل على السكه الحديد تقريبا كنا في 2014 كان 5 مليون طن، وصلنا في 2024 الى 8 مليون طن، ومستهدفين في مصر 2030 نوصل ل 13 ان شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. فدي ارقام هتخلي التجاره في مصر، كانوا دايما بيقولوا لنا ان مصر منطقه موقعها كويس، منطقه لوجستيه. احنا عاوزين بس نوضح للمواطن يعني ايه منطقه لوجستيه. الكلام ده بنقعد نسمعه وبرضه معناه كده. كلمه منطقه لوجستيه دي تعمل 3 حاجات. منطقه لوجستيه دي يعني قادره على التخزين، قادره على التوزيع، عندها نقل. فالنقل هنا منظومه قويه جدا عشان ابقى منطقه لوجستيه. طب مميزات المناطق اللوجستيه عندي ان هي يكون واقعه على مواني ومطارات، عندنا الحمد لله بحر احمر وبحر متوسط. يكون عندها بنيه تحتيه متكامله. كان دايما الناس يقول لك هو احنا هنبدا بالطرق، احنا عايزين نبدا بالصناعه، احنا عايزين نبدا بكذا. لا، ده البنيه التحتيه المتكامله دي اللي بتجذب الاستثمار. البنيه التحتيه المتكامله دي معناها يعني مثلا انا هعمل مصنع مش هعمله في صحراء ما فيش طريق يوصل له. بالظبط، ده طبيعي ان يكون في طريق. انت لما بتعمل طريق انت على جوانب الطريق بيبدا البناء والتنميه، بيعمل عمران. صح كده؟ بالظبط، بعمل مجتمعات عمرانيه سواء كان سكني او صناعي او تجاري بقى زي ما انت او عارف. سياحي. انا عشان اجيب النهارده سايح لازم ليه طرق، بعد ما كان بيقعد 2 و3 في الطريق لا بقى يقعد يعني مسافات قليله جدا ويوصل للطريق بتاعه. احنا لا، احنا عندنا في طرق في مصر اعاده هيكلتها بالكامل، الطرق بقت حاجه تانية. تمام. احنا السكه الحديد احنا بنتكلم في تطوير الوحدات المتحركه. احنا مصر في ال10 سنين اللي فاتت اشترينا وتم توريد للسكه الحديد 190 جرار جديد. تمام. ده بالنسبه لاعاده الهيكله بقى او اعاده التطوير. 66 جرار تم تاهيلهم. تمام. بالنسبه 66 مصر اتعاقدت على 7 قطارات من اسبانيا، تم توريد 6 وان شاء الله السابع يعني حاجه فخر. تمام. احنا عندنا شركه زي الشركه المجريه جبنا منها 880 عربه ركاب جديده وتم توريدهم بالفعل. عملنا اعاده تاهيل ورفع كفاءه ل 1385 عربه قطار ركاب، وده رقم مهول، رقم يعني مصر ده يقول لحضرتك احنا كنا فين الحاله في 2014 النهارده في 2024 فين. يعني عدد مهول جدا من التطوير حصل في السكه الحديد. احنا النهارده ما اكتفيناش في السكه الحديد ان احنا نعمل الحاجات دي وبس. انا بس عاوز اعرف حاجه مهمه قوي.
هو سياده الرئيس بيتعرض عليه كل الكلام ده بمنتهى الدقه؟ ده سيادة- بنتكلم، انا كنت لسه آه. بتكلم في حلقه عن التخطيط العمراني، مم. وبنتكلم عن النقل، والنقل تحتيه 6 بنود مثلا لغايه دلوقتي اللي بنتكلم فيها: نقل نهري وبحري ومناطق لوجستيه وتخزين ومواني وبحريه وسكك حديد وطرق وكباري. هو بيشوف كل الكلام ده، يعني بياخد القرار في كل الكلام ده. الرئيس الله يكون في عونه، هو مذاكر الكلام ده اكتر واحد في مصر. هو همه احنا بنتكلم في قطاع واحد، احنا ده- بنتكلم ده- في النقل والطرق بس. الرئيس عارف ادق التفاصيل في كل ملف، يعني ربنا يحفظه يعني لمصر. هو مهتم بموضوع العاصمه، يعني الجمهوريه الجديده. الجمهوريه الجديده دي حاجه فعلا، احنا في مجال واحد اللي هو النقل نقدر نقول ان احنا في جمهوريه جديده اتبنت. مم. احنا كان ما عندنا طرق خالص، شبه طرق معدومه، ما تصلحش للاستثمار فاكرين ولا الكلام اي حاجه. ده. كان المستثمر هيجي لك على ايه؟ كان المستثمر يقول لك انا بمشي بقى عشان اخش المنطقه الصناعيه بقعد لي ساعتين 3، انا بضيع وقت وبضيع تكلفه في النقل ولا فلا احنا وصلنا لفعلا عاصمه جديده، وصلنا لجمهوريه جديده، وصلنا لنهضه جديده عملها سياده الرئيس في مصر في 10 سنين. احنا بنتكلم بنقيس 10 سنين ب 200 سنه. يعني عشان برضو الناس تبقى واصله لها الموضوع، مش بنقيس ب 30 و50 سنه، لا، لا لا احنا لا. بنقيس ب 200 من اللي عصر بيحصل ده النهضه. طبعا يعني من ايام العصر الحديث لمحمد علي لغايه النهارده. احنا بنتكلم من 2014، دي حاجه تانية خالص. في ظل الظروف الصعبه ان مصر قابلتها من يعني ظروف عالميه صعبه، ومع ذلك لا، احنا ماشيين الحمد لله في اتجاهنا، في خطه. المصريين كلهم تكاتفوا، المصريين كلهم على قلب رجل واحد. الحمد لله. الدوله ما بتنامش، شغالين 24 ساعه. احنا الحمد لله بقينا في حته تانية خالص. احنا الدوله في مجال السكه الحديد ما اكتفتش ان هي تصلح اللي موجود ده. القياده السياسيه حبت ان احنا نوطن صناعه نقل سكك الحديد في مصر. يعني مش ان احنا، لا، ده احنا بقينا نصنع عندنا وبقينا نصدر كمان. يعني العربيات عملنا كذا اتفاقيه مع كذا يعني شركه عالميه لتوطين صناعه السكك الحديد في مصر. وعندنا دلوقتي بقينا نصنع العربيات بتاعه القطارات، بقينا نصنع العربيات بتاعه البضاعه، وده مصنع يعني وطني طبعا محترم. معروف، شركه وبدأنا وطنيه. نصنع كمان الإشارات عندنا. بدأنا مع شركة مثلا شركات فرنسية وشركات كورية، بدأنا نعمل كل ما يخص مجال السكة الحديد جوه مصر. مش إن احنا نستورد، لا، ده احنا كمان وفرنا عملة ونمينا الصناعة عندنا في مصر، وبدأنا كمان نصدر إن شاء الله في القريب العاجل. النو هاو بقى عندنا، النو هاو بقى عندنا النو هاو، ودي صعب جدا إن احنا كنا نوصل لها. طبعا. دي كانت محتاجة فعلا قرارات حكيمة يعني. طيب كلمني على المترو الانفاق، كلمني عن الربط الكهربائي، كلمني عن احنا يعني رؤية مصر 2030 او وهو الجر التحول، الكهربائي. وهو التحول للنقل الحضري الأخضر صديق البيئة. عشان التنمية المستدامة احنا بقى عندنا 6 مواصلات تعمل بالكهرباء. احنا عندنا ترام الإسكندرية يعمل بالكهرباء، عندنا مترو القاهرة يعمل بالكهرباء، عندنا المونوريل يعمل بالكهرباء، عندنا الأتوبيس الترددي البي ار تي يعمل بالكهرباء، عندنا القطار قطار الكهرباء الخفيف ال ار تي يعمل بالكهرباء، وعندنا القطار السريع يعمل بالكهرباء. احنا عندنا 6 وسائل مواصلات دلوقتي في مصر صديقه للبيئه. مصر باصه ان احنا كل مدى البترول في العالم كله بيشح سعره بيعلى، لازم بنشوف البديل. مصر بدات تشتغل على البديل. فدي حاجه تحسب بجد للدوله المصريه ان احنا شغالين على البديل. شغالين وبس، لا، ده احنا شغالين واخدين مراحل. يعني اقول لحضرتك احنا بدانا المرحله الاولى من قطار الكهرباء الخفيف ال ار تي، المرحله الاولى والثانيه خلصت وشغالين فيها تقريبا بتقول 70 كيلو، وشغالين في المرحله الثالثه والرابعه دلوقتي. في مجال مثلا محطه زي محطه عدلي منصور المركزيه، او بيسموها التبادليه، دي في 5 وسائل مواصلات بيتقابلوا في محطه عدلي منصور. دي محطه عملاقه معموله على 15 فدان، بيتقابل فيها القطار الكهربائي الخفيف، بيتقابل فيها الخط الثالث لمترو الانفاق، بيتقابل فيها سكك حديد عدلي منصور السويس، بيتقابل فيها الاتوبيس الترددي البي ار تي، وبيتقابل فيها كل دي محطه تبادليه، محطه واحده بس، محطه يعني انجاز في تاريخ مصر. تمام. عندنا بالنسبه لمترو الانفاق خلصنا المرحله الثالثه من مترو الانفاق من الخط الثالث اللي هي الكتكات عتبه، ووصولا لامبابه شمالا، ووصولا لجامعه القاهره جنوبا. خلصنا المرحله الرابعه منها برضو
المرحله الرابعه هارون عدلي منصور. قدرنا نورد 32 قطار للمرحله الثالثه بالكامل. الحمد لله المرحله الثالثه اشتغلت، وده كانت عملت طفره في النقل عندنا بصراحه، نقل الركاب، وسهلت كتير على المواطنين. عندنا النهارده جاري تنفيذ المرحله الاولى من الخط الرابع. الخط الرابع ده احنا هو من اكتوبر للفسطاط، وهيوصل للتجمع. تخيل حضرتك انك تركب مترو من اكتوبر اوصل التجمع. المرحله الاولى بتاعته احنا شغالين فيها، وان شاء الله يعني قريبا يعني دي هتبقى طفره جديده جدا في مجال النقل الداخلي. كلمني عن مجال المواني البحريه والمواني الجافه ايضا، كلمني عن ده وعن ده. بص يا فندم، احنا عندنا المواني البحريه مصر ربنا جعلها كده مميزه، ان هي عندنا بحر احمر وبحر متوسط. احنا عندنا بالنسبه للمواني احنا كان عندنا 37 كيلو ارصفه. في ال10 سنين اللي فاتوا دولت، انا اقول لحضرتك رقم الساده المشاهدين هيستغربوا له جدا، احنا وصلنا ل 100 كيلو ارصفه. 100 كيلو من 37 ل 100 كيلو. تمام. فاحنا القدره على الشحن والتفريغ في شكل اوسع، بقى في عندنا مجالات اكبر بالظبط. احنا يعني احنا تقريبا عملنا تلتين، يعني 3 اضعاف اللي كان موجود. يعني احنا مثلا لو كان عندنا 33 بقى عندنا 100، 3 اضعاف اللي كان موجود بالظبط. احنا خلصنا 67 كيلو ارصفه. الله. تمام. في مواني مشهوره زي برنيس وزي الاسكندريه وزي السخنه وزي بورسعيد الجديد وغيره. يعني الارصفه دي بتزود عندي حجم التجاره العالميه. رؤيه مصر 2030 ان مصر تبقى مركز عالمي ولوجستي. تمام. احنا عندنا في مجال المواني، لا احنا مصر بدات تعمل عندي محاور الى من مينا لمكان التصنيع. اعمل محور لوجستي او ممر لوجستي من، يعني ده بسهل على التجاره، ان اخد الحاجه من مكان تصنيعها الى المينا اوصلها بطريق. فالمحور ده ادى بقيت اشوف مثلا اسكندريه القاهره، يبقى لازم الطريق ده يبقى معمول على اعلى مستوى. اسكندريه السخنه، القاهره السخنه، كل الطرق دي بقت معموله على اعلى مستوى. السخنه مطروح على اعلى مستوى. تمام. ده بالنسبه بالنسبه للموانئ البحريه. بالنسبه للموانئ البريه، الموانئ البريه دي برضو عشان تبقى واضحه للناس، هي دي منطقه يعتبر وسيطه. يعني انما هي بيبقى لها دور ان هي بتخف شويه التكدس عن الموانئ البحريه. دي منطقه بتبقى جافه ولوجستيه، بتبقى قريبه شويه على التخزين اكتر. بتبقى معتمده على التخزين. وبخف شويه الضغط عن المواني، يعني باخد فيها الحاويات. انا عاوز اقول لحضرتك ان احنا كنا في 2014 كان حجم التجاره في مصر كان 12 مليون حاويه. احنا في 2024 وصلنا ل 40 مليون حاويه. ما شاء الله. فرقم كبير، غير 10 مليون حاويه ترانزيت، غير بقى عندنا 30,000 سفينه عملاقه بتخش عندنا في السنه يعني. فده رقم كبير جدا قدرت الدوله المصريه تتجاوزه في 10 سنين. فده انجاز كبير جدا. تسلم ايدينا القائمين على المجال ده بجد يعني. انا من علماء وخبراء بنشكرهم بجد، وقيادات وسياسيين وغيرهم لاداره هذا القطاع الحيوي الرهيب الحقيقه. في ناس بصراحه يعني احنا شفناهم ولمسنا الوضع الحالي. الناس دي ما بتنامش، بتوصل ليل بنهار علشان خاطر يعني فعلا الناس عايزه جمهوريه جديده تبقى موجوده، وفعلا شغالين على كده. والحمد لله يعني الارقام اللي احنا قلناها دي، وفي ارقام كتير جدا يعني محتاجين حلقات فيها. ده في حلقات لسه ما اتكلمناش عن النقل النهري. يعني انا عاوز ده موضوع تاني. عاوز اقول لحضرتك ان النقل النهري ده يعني في عجاله سريعه ان مصر عملت كل المجرى النهري، يعني القاهره اسكندريه، القاهره اسماعيليه، القاهره دمياط، القاهره اسوان. تمام. حتى اسوان وادي حلفه في السودان. كل ده مصر عملت اعاده تطوير ليه ورفع كفاءه ليه علشان يبقى النقل النهري. لان النقل النهري ده ليه كذا ميزه. النقل النهري ده اولا تكلفته قليله، ثانيا امن، ثالثا بيقدر يشيل حمولات واطوال ما نعرفش نشيلها في النقل البري. تمام. طبعا. فلا مصر مهتميه. كل ملف هتلاقي فيه شغل جبار جدا تم في ال10 سنين. ال10 سنين دول كانوا انجازات حصلت في مصر، بنت جمهوريه جديده. احنا بنتكلم في مجال واحد، في مجالات كتير متعدده. المجال ده احنا لامسين، لا في تغيير كبير حصل. احنا بنقول ان شاء الله في الفتره اللي جايه هيحصل تغيير. يعني رؤيه مصر 2030 دي هنشوف فعلا الجمهوريه الجديده باذن الله رب العالمين. دكتور محمد، انا سعيد بلقائك. شكرا لحضرتك. والله فعلا انا سعيد بلقاء احد الخبراء والعلماء المصريين في مجال النقل والطرق. والف شكر مره ثانيه على المجهود الجميل اللي القطاع ده بخبرائه
وعلمائه ومنفذيه الحقيقه بيقوموا بهذا الدور العظيم في مجال النقل تحديدا والطرق. الف الف شكر يا فندم. بشكر حضرتك والساده المشاهدين. شكرا. مشاهدينا قيمه جميله محترمه كانت معانا النهارده دكتور محمد امين خبير النقل والطرق المصري. ارجو ان تكونوا عجبكم الحلقه النهارده، ويمكن تكونوا شفتوا تفاصيل ما يحدث بايجاز سريع وفي عجاله ما يحدث في مصر الحقيقه. انا بشكركم على حسن المتابعه، ارجوكم دائما ابقوا معنا. شكرا لكم. كان معكم احمد عبد العظيم.